يا مساء الفل والياسمين عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هنعمل مع بعض النهارده بقى روتين بسيط. انتوا وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. هعمل كده فطار لجوزي وهو نازل كده الشغل يفطر بيه، لان انا لو مش بعمل له فطار الصراحه ما بيفطرش، بيكسل اللي هو يفطر وبيجي لي بقى ايه بعد العصر كده بيبقى جعان. فانا قمت كده الصبح بدري عملت له القهوه بتاعته، وابتديت بقى ان انا اعمل له سندوتشات علشان يفطر وهو رايح الشغل. انا عايزه اقول لكم ان انا صاحيه النهارده اصلا ماليش نفس ان انا افطر، حتى ما فطرتش. عملت كده كوبايه شاي بلبن وشربتها وانا قاعده في البلكونه، وابتديت بقى اخطط في يومي هعمل في ايه. ابتديت بقى ان انا اروق في الشقه، لان الصراحه كان بقالي كام يوم ما عملتش فيها حاجه. فالتراب بقى ما اقولكوش، لان هما هنا بيستفلتوا الشارع بتاعنا، فايه ما اقولكوش بقى على التراب اللي في الشقه، مهما تقفلي برضو التراب بيخش منين ما تعرفيش. فعندنا معركه النهارده، بس انا ما صورتلكمش كل حاجه علشان كنت حابه ان انا انجز، والتصوير زي ما انتوا عارفين بياخد مننا وقت، فانا ما حبيتش ان انا اوثق لكم يعني كل حاجه. بس انتوا لو حابين ان انا اصور لكم كل حاجه انا بعملها، وازاي بروق وازاي بنظم البيت وكده، اكتبوا لي في كومنت وانا هعمل كده. عملت بقى سندوتشات، عملت جبنه ملح خفيف طعمها حلو قوي، انا كنت اول مره اجربها بس عجبتني. وعملت بقى البيض المقلي عادي، يعني ما حطيتش فيه اي اضافات، هو ملح وبهارات بس. انا جوايا رغي كتير قوي قوي قوي، عايزه ارغي معاكم لاني حاسه الموضوع كده مع ناس صحابي يعني، والموضوع دوت مأثر عليا جدا بجد يعني. انا محتاجه ان انا احكي لكم عشان افضفض تقولوا لي مثلا انا عايزه نصايحكم. انتوا فاهمين، هو الموضوع مش معايا، المشكله مش معايا ومع ناس صحابي، بس انا متاثره بيهم الصراحه. ابتديت بقى ان انا افتح العيش كده. العيش اصلا كان بايت بقاله يومين او امبارح، لا هو كان بقاله يوم، يعني كنا جايبينه امبارح، بس مش عارفه هو نشف ليه، وشكله اصلا ما كانش طازه، يعني احمد كان جايبه ما كانش طازه. بس ابتديت بقى ان انا احشي كده بجد. اللي في البرطمان دي عجوة مطحونة، بجد طعمها حلو قوي، عجبتني يعني. ولو لقيتها في اي محل هجيبها. انا جايباها في معرض التمور، كانوا عاملين عرض كده على كذا فليفر، فجبتها ووزعت منها على حماتي وماما وكده، وخدت البرطمان ده لوحده. فطار بقى ايه ملوكي، مين بقى بيعمل الفطار كده زيي؟ قطعت بقى خيارية عشان ياكلها مع الجبنة وبس كده، تمام قوي والحمد لله يعني على نعمة الفطار بجد. لازم كل حاجة انتوا بتعملوها لازم تحمدوا ربنا عليها، لان احنا احسن من غيرنا بكتير ايا كان احنا حياتنا عامله. والف انا وشفا على قلبك يا كرة عيني. ابتديت بقى انا دخلت بقى خلاص، هو خد الفطار ونزل، قلت بقى اعمل لي كده كوبايه شاي بلبن، انما ايه تعدل دماغي كده واشربها ايه مع نفسي كده في البلكونه، عشان اعرف اخطط وانظم يومي هيبقى عامل ازاي. ما كانش ليا نفس خالص اللي انا افطر او ليا مزاج، مع ان وجبه الفطار مهمه جدا. وجبه الفطار دي يا جماعه اهم من وجبه الغداء الصراحه. بس انا هحاول كده اظبط دنيتي كده واحده واحده، مع بعض هنظبط كل حاجه ان شاء الله. خلاص بقى شربت كوبايه الشاي بلبن بتاعتي، وابتديت بقى ان انا اقوم بقى اشوف الجوله بتاعتي بقى ايه. هفرج بقى في الشقه كده علشان انضفها بسرعه قبل ما جوزي يجي ونعمل الغدا مع بعض. ابتديت بقى اول حاجه بدات بيها هي البلكونه، اني طبعا البلكونه كانت مطربه، فابتديت ان انا انضفها وشلت كل حاجه يعني ومسحتها. بصوا يا بنات، انا عايزه احكي لكم على المشكله اللي كانت عندي. هي مش عندنا يعني، هي مشكله مع صحابي وانا طرف فيها هنا وهنا. بصوا انا لما احكي لكم انتوا تفهموا كل حاجه. بصوا من سنتين كده احنا عملنا جروب كده في المنطقه، في واحدة يعني عملت جروب علشان احنا هنا المنطقة جديدة وكل واحدة مش عارفة حد، فابتدت في واحدة يعني عملت جروب، ابتدينا اللي احنا نتجمع فيه ونتقابل ونروح النادي مع بعض ونخرج مع بعض وكده. بقالنا كده ايه سنتين سنة ونص. فالمهم المجموعة دي كبرت وبقينا 300 400 واحدة، بس لما بتنزلي ونتجمع 400 و300 ما بينزلوش، مثلا ممكن ينزلوا 20 مثلا او 15. بس احنا الصفصفة اللي احنا مثلا 5 افراد بنقعد مع بعض، اتصاحبنا على بعض وبقينا شبه بعض وعارفين دماغ بعض وارتحنا لبعض. بس احنا بنقعد مع المجموعة الكبيرة، يعني احنا بنبقى قاعدين على ترابيزة واحدة فيها 20، بس احنا ال5 قاعدين جنب بعض، انتوا فاهمين. المهم في بنتين من ال5 دول اتعرفوا على بعض قوي وبقوا صحاب جدا، وبقوا يعني شبه اخوات وعارفين كل حاجة عن بعض. مش معنى كده اللي هم بعدوا عننا ومش صحابنا، لا هم صحابنا، بس هم اللي
الاتنين حالة خاصة مع بعض، يعني انتوا فاهمين، قريبين جدا مع بعض. فالمهم طبيعي انت لما تقابلي حد ما تبقيش مرتاحه له بتقولي مثلا فلانة دي انا مش مرتاحه لها، فهما الاتنين فضفضوا لبعض وقالوا، واحدة منهم يعني قالت للتانية ان فلانة دي مش مرتاحه لها، فلانة دي بتعمل كذا، فلانة دي بتبصلي كده، انتوا فاهمين. مهم البنتين دول بيحبوا بعض جدا لدرجة ان في واحدة منهم بتحب التانية حب امتلاك، حب جنون، لدرجة اللي هي مثلا لو كلمت حد فينا احنا تبقى غيرانة، بتقول لها انا بحبك، انا بغير عليكي، انتوا فاهمين. الحب اتقلب لحب جنون يعني، بس بعد كده اصلا يعني اكتشفنا اللي هو مش حب، هتعرفوا بعدين حصل ايه. فالمهم في واحدة سادسة دخلت معانا في المجموعة، تمام، مصاحبنا عليها وبقينا بنخرج معاها. المهم البنوتة دي اللي هما الاتنين الاخوات اللي بيحبوا بعض دول الصحاب، واحدة بقى منهم خرجت مع البنت السادسة دي، انا مش عارفة انتوا تفهموني ولا لا، بس انتوا حاولوا ان انتوا تفهموني. خرجت معاها وراحت اشترت معاها حاجات وبقت بتروح معاها وبتتكلم معاها وتقول لها لا انزلي انا نازله اقعدي معانا، في عيد ميلادها تجيب لها هديه، عيد ميلاد بنتها تجيب لها هديه، وبقى في كلام وحوار ما بينهم. فالمهم البنت التانية بقى غارت على صاحبتها دي، ابتدى بقى اللي هي تغير ان في واحدة تانية هتدخل حياتها وتاخدها منها، والاهتمام هيبقى مشترك. فابتدت بقى تقول لها انتي هتبعدي عني وهتسيبيني، انتي ما بقيتيش بتحبيني زي الاول، ما بقيتيش بتهتمي بيا، ما بقيتيش. مع ان البنت التانية ما بتعملش كده خالص، لا هي برضو بتكلمها وبتقول لها انتي حاجة تانية عندي، انتي مش هتبقي زيها، انتي حالة خاصة، انتي. فالمهم دارت الايام، مع ان هما الاتنين بيحبوا بعض جدا، وابتدينا اللي احنا نقول اللي هما بقوا توأم، وقلبتوا بقيتوا شبه بعض من كتر ما انتوا بتحبوا بعض وبتهتموا ببعض. المهم بقى الغيرة كبرت بقى وكترت وزادت في البنت دي جواها، ابتدت بقى اللي هي تغيير من البنت التانية دي، وقالت بقى اللي هي هتاخد صاحبتي مني، لا فكانت بتكلمنا كمان في التليفون وتقعد تعيط تقول صاحبتي هتضيع مني، فلانة هتاخدها مني، انا بحبها قوي، انا مش عايز حد يقرب لها، دي صاحبتي انا، والكلام ده. فالمهم من كتر ما هي بتحبها ضيعتها منها بموقف غبي. بصوا بقى حصل ايه. المهم بقى البنت دي راحت قالت على الناس، قالت للناس يعني ان البنت دي قالت عليكم كذا كذا كذا، اللي انت يا فلانة مش بترتاح لك، واللي انت يا فلانة عينك وحشة، واللي انت يا علانة بتغيري منها، والكلام ده. وعادي هي اصلا بعد كده ارتحت لهم، بس ساعات بتقابلي حد اول مرة تقولي انا مش مرتاحه، معلش يا جماعة انا اسفة على صوت الكلاب دي، بس معرفش هما بيجوا في الوقت ده وبيصحوا، يعني معلش حقكم عليا انا. المهم جمعت الناس دي بقى وراحت لها وكلمتها بطريقه وحشه، وقالت لها مش انت بتقولي على فلانه كذا كذا، وطبعا الناس كلها قالوا لها انت بتقولي عليا انا كذا، انت بتقولي عليا كذا، مع ان التانية البنت التانية هي اللي كانت بتقول، بس هي وقعت ما بينهم، انتوا فاهمين. ابتدت بقى توقع يعني تكره الناس فيها علشان يبعدوا عنها ومحدش يكلمها وتبقى وحيدة وتبقى ليها هي بس. ابتدت بقى تقول للناس لا دي وحشة، لا دي فلانة فيها، دي كانت بتقول عليكي كذا، دي كانت بتعمل كذا، وكانت بتقول حاجات يعني ما فيش حد يقولها. وطبعا انت شايفة ان انت بتيجي تقولي لي حاجة يبقى انت صح وبتخافي عليا وعندك، فهصدقك حتى لو هي ما قالتش كده، بس ما دام انت سبقتي وجيتي قلتي لي انا هصدقك. هو احنا في الزمن الاخبر اللي احنا فيه ده اللي بيسبق هو اللي بيبقى صادق. المهم البنت دي فعلا ما قالتش الكلام ده كله، عادي هي ممكن تشوفك في اول مره تقول البنت دي انا مش مرتاحه لها، مش واخده عليها، بس بعد كده تاخد عليك وتصاحبك عادي. ابتدت بقى اللي هي كانت بتسجل لها اصلا من زمان، بتسجل للناس كلها وبتسجل سكرينات وبتعمل بصوا حاجات رهيبة بجد. احنا اصلا كلنا اتصدمنا في البنت دي، البنت اللي هي اللي راحت قالت لهم ان فلانة بتقول عليكم كذا، البنت اللي هي عندها حب امتلاك وبتخاف على صاحبتها. انتوا فاهمين قصدي؟ انتوا فهمتوا ولا لا ولا ايه؟ ياريت تكتبوا لي في كومنتات لو انتوا فهمتوا. المهم البنت فضلت واقفة في مكانها ما بتتكلمش فعلا، ما نطقتش ولا كلمة، حتى البنات اللي حواليها قعدوا يقولوا لها انطقي لازم تدافع عن نفسك. هي اصلا بعد بقى ما خلصت وكده بتقول انا مصدومه من اللي حصل، مصدومه ان دي صاحبتي وان انا بقى يا جماعه دي كانت ناويه تيجي تاخد هنا شقه ملك او شقه ايجار، لانها كانت بتيجي تقعد عند مامتها
لان جوزها بيسافر، فكانت بتيجي تقعد عند مامتها هنا في الاجازه. فكانت بقى هي اتعرفت عليها من الجروب بقى، ومامتها كانت بتنزل تقعد معانا وكده، يعني مامتها هي السبب اللي هي اتعرف على الجروب، وكانت بتيجي تقعد معانا. فكانت بتدور على شقه ملك قريبه منها عشان تيجي تاخدها هنا وتبقى قريبه منها وتبقى معاها بقى في الرايحه والجايه وكده، انتوا فاهمين. المهم بقى البنت اللي هي كانت عماله تقول لها انت بتعملي، واللي كانت ماسكه عليها سكرينات وكده، برضو قعدت تكلم مامتها بطريقه وحشه. ومعلش مامتها ست كبيره، قعدت تكلمها يعني بطريقه وحشه، وعلي صوتها عليها غلطت فيها جامد. المهم جوزها كلمها، كلم البنت دي وشافها وهي منهارة وهي بتعيط. راحت يعني هو بيكلمها، سمع ان التانية بتشتمها، تقول لها دي انت جربوعة، دي انت شحاتة، انا كنت جايبالك حاجة ب3000 جنيه، ده انت كده كده كده، وقعدت تعيط. الاسلوب فعلا كان وحش جدا. والناس بقى التانية اللي حواليها قعدوا بيتفرجوا، قعدوا برضو يقولوا لها انت لا انت غلطانة، انت ازاي تقولي علينا كده، ده انت ده. وبرضو كلهم كانوا عليها، ما كانش في حد بيهدي البنت التانية خالص. انا بجد مش فاهمة. فالمهم جوزها لما سمع شتيمة مراته في التليفون، هو اصلا كان وصلها ورجع يعني ومشي، ما عادش معاها. فلما سمع شتيمتها في التليفون راح رجع تاني ودخل، وراح بقى البنت دي. هو ما كانش رايح يضربها، هو كان رايح يقول لها انت يا ست انت فين راجلك علشان اكلمه، لان ايا كان هو مستحيل يتكلم مع واحدة ست. اي راجل هيتكلم مع واحده ست يبقى انت كده بتهزق نفسك. هو بقى داخل عليها، البنات بقى اللي حواليها قال لها ايه ده جوزها جاي عشان يضربك. راحت هي قعدت كده على الكرسي وحطت رجل على رجل، قالت لو هو جه هديله بالجزمه. وفعلا اول ما قرب منها وقف يعني مسافه بعيده، قال لها انت ست انت فين الراجل بتاعك، راحت قالت له اهو خد بالجزمه، راحت حادفه عليه الجزمتين. والراجل بقى كان واقف مصدوم، ايا كان هو مش هيعرف يعمل اي حاجه لواحده ست، انت هتضرب واحده ست ما ينفعش، انتوا فاهمين قصدي. صاحبتي بقى مسك الجزمه، والصراحه كان مغلول ما اكدبش عليكم، بس حدفها على الارض وقال لها انا ليا كلام تاني مع جوزك بس لما يظهر. فالمهم بقى طبعا اداره الامن النادي والامن وكده اتدخلوا، فخدوهم على المكتب وكده، وعملوا لهم محضر في النادي، وقالوا اللي هم هيراجعوا الكاميرات ويشوفوا ايه اللي حصل من البدايه. وهي الصراحه قعدت تقول كلام كتير ما حصلش الصراحه يعني. وقالوا بقى اللي هم هيوقفوا هيتمنعوا يعني من دخول النادي لحد ما مؤقتا، لحد ما يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط، ومين اللي بدأ ومين اللي غلطان. بس انا اللي مستغرباه جدا اللي هو بقية الجروب كان واقف بجد بيتفرج، وبالعكس كان عمال برضو اللي هو تحس اللي هو فرحانين شمتانين مبسوطين اللي هم فعلا اتفرقوا. احنا بجد زعلانين جدا اللي هم اتفرقوا، وكل ده حصل لان هم صحاب جدا جدا وبيحبوا بعض. وفعلا الناس كلها كانت بتحسدهم، يعني الصراحة انا سمعت اكتر من حد ان هم كمان حتى نظرات البنات اللي حواليهم مستغربين، يعني اشمعنى انتوا الاتنين قريبين من بعض واحنا كجروب الخمسة ليه احنا قريبين من بعض وما نزعلش من بعض، ومش بننزل الا لما كلنا نبقى مع بعض، انتوا فاهمين قصدي. انا بجد زعلانة جدا، وصحابي اللي هم الشلة يعني الخمسة زعلانين جدا ومش عارفين نعمل ايه. احنا طرف ما بين دي وما بين دي، احنا مش جوه المشكلة، بس احنا طرف عشان مصاحبين الاتنين. وكمان هم عدويتهم اتوقفت مؤقتا لحد ما يشوفوا يعملوا التحقيق ويشوفوا مين اللي غلطان وحصل ايه بالظبط. بس احنا زعلانين ومش عارفين بقى، يعني في واحدة منهم اللي هي سبب المشكلة خيرتنا، يعني انتوا لو كلمتوا الناحية التانية مش هتكلموني، فمعلش احنا مش شغل اطفال، فلا احنا هنكلمك وهنكلمها، احنا مش طرف في الموضوع، مش طرف في الخناقه، انتوا الاتنين اتخانقتوا مع بعض خلاص مالكوش دعوه بينا احنا بقى. بس بجد هما الاتنين كل ما اكلمهم يعيطوا وزعلانين من اللي حصل، مش عارفين اللي حصل ده وصل يعني ليه حصل ده كله. الموضوع تحسيه كبر على ما فيش، يعني مش عارفه. بس برضو في نفس الوقت غدر الصحاب، يعني هي الصراحة خانتها، اللي هي راحت قالت للناس اللي هي قالت كذا كذا وعملت كذا كذا. هما الاتنين الصراحة غلطانين، بس الغلط الاكبر للي خانت الامانه. يعني انا ارتحت لك واتكلمت معاكي وفتحت لك قلبي وقلت لك على اللي مضايقني ايا كان بقى هو ايه، انت تروحي تخونيني وتقولي لهم كده؟ يعني انت عايزه الناس كلها تكرهني وتبعد عني وانا بس اللي ابقى معاكي؟ طب ما انت ضيعتيني من ايدك اهو،
وضيعتيني وضيعتي الناس كلها وفرقتينا ليه ده كله حصل؟ انتوا فاهمين قصدي؟ انا بقى مش عارفه اعمل ايه، يعني مش عارفه الموضوع هيتصلح ولا لا. هو الموضوع كبر ومش هيتصلح علشان اتدخل فيه جوز صاحبتي دي. هو اتدخل غصب عنه لان سمع شتيمه مراته، فده كان غصب عنه. انتوا فاهمين قصدي؟ وقعدت تقول لها يا شحاته ده انا جايبلك كذا وكذا. فليه ده كله؟ يعني عيب الصراحه. انا عايزاكم بس تقولوا لي في الكومنتات هل الموضوع ده هيتحل ولا يعني انا مش عارفه الصراحه اعمل ايه. الموضوع فعلا كبير وكمان احنا لسه بادئين الاجازه، انتوا فاهمين. والمشكله بقى ان الناس التانية اللي معاها بيقعدوا يسخنوها ويقولوها، وكل واحده بقى عندها كلمه او مغلوله من التانية او غيرانه من التانية بيقولها. انتوا فاهمين قصدي صح؟